لمسة يد وخرج البطاقة الصفراء لصالح توني كروس في تنفيذ هذه المخالفة. 7 دقائق لعبنا لحد الآن. توني كروس يرفع الكرة خطيرة من هناك بالراس. بيبي جول. بيبي يفعلها ويسجل ويفتح مجال التسجيل امام يان اوبلاك. جاء بيبي من بعيد، الضربة لم تكن قوية ولكنها كانت في الزاوية اللازمة. بيبي يسجل ثاني اهداف هذا الموسم للريال، هو الاغلى دون شك عند الدقيقة السابعة من انطلاقة المباراة. بيبي فعلها وسجل جول. التوزيعة من توني كروس، بيبي هرب من المراقبة وسجلها بالراس. جول. كرة ثابتة في هذا الشكل أو ركنية قلما تسجل على عناصر فريق اتلتيكو مدريد. هل ضربها بكتفه براسه؟ نعم، ضربها بيبي في الزاوية البعيدة مفتتحا مجال التسجيل للريال. ريال مدريد متفوق على الاتلتيكو. الآن سيخرج اتلتيكو مدريد. هايلة الكرة والانطلاقة السريعة. جول. فعلها جريزمان الخداع الماكر. جول في ال6 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. يا له من تمريرة ويا له من جول. يا كايلور نافاس، ماذا فعل بك جريزمان؟ هدف التعديل للاتليتيكو في ال6 دقائق الأخيرة من عمر المباراة. جريزمان يسجل هدف آخر للريال للاتليتيكو وال15. يا له من تمريرة من كوريا على الخط، لم يكن في وضع التسلل، خروج غير موفق من قبل كايلور نافاس، وجول لجريزمان في سانتياغو برنابيو في ال5 دقائق الأخيرة. عدل النتيجة جريزمان أمام الريال. بابا هدف قاتل. الريال مدريد متحكم في زمام المباراة، كان متفوق. اتلتيكو مدريد من لعبة واحدة ساحرة في اتجاه جريزمان جاء